بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفونا فيه. النهارده باذن الله احنا هنعمل معاكم وصفة جديدة. وصفة ايه؟ هنعمل الجبنة الكريم او الجبنة البرزيدو او جبنة الكوبايات، اي شكل او اي ماركة. ان شاء الله المقادير بتاعتنا. اول حاجة معايا جبنة قريش اهي، ده نص كيلو جبنة قريش يا جماعة. بتحط فيها، ولو انت مش حابه تحطي، ولو انت مش يعني، انا اشتريت نص كيلو جبنه قريش. لو انت عايزه تعمليها عندك تجيبي كيلو لبن وتحطي عليه معلقتين من خل، هيقطع معاكي، وتروحي عاملاه جبنه. او تروحي جايبه شايله اللبن القاطع دي ضرباه في الخلاط. هي لها كذا طريقه، بس الطريقه دي احنا بنرتاح فيها وبعملها على طول. فخليكم معايا، انا هحضر بقيه المقادير وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي انا جبت المقادير بتاعتي. المقادير اول حاجه زي ما قلت لكم نص كيلو جبنه قريش، ده اول حاجه. تاني حاجه دي كوبايه لبن على كوبايه زبادي. كوبايه زبادي من الكبيره اللي هي ال 150 جرام الزبادي اهي يا جماعه. وانا حطيت عليها اللبن لان كده كده احنا هنضرب كل المقدار في الخلاط، فانا حطيت اللبن على الزبادي. كوبايه زبادي كبيره من بتاع المحلات، او لو انت عندك كوبايه لبن رايب عادي هوايه ده. وعليها كوبايه لبن يا جماعه. اللبن عشان يبقى سائل في الخلاط وبيضيف للقيمه الغذائيه برضه. تاني حاجه الزيت ده بنستعمله كماده رابطه، ويفضل ان هو يكون زيت نضيف عشان الجخره بتاعته او كده ما يبانش. ده معلقتين لبن بودره بندعم بهم الوصفه وبتدي طعم جميل برضه. معايا ده ملح ابيض للطعم، لان انتوا عارفين الجبنه القريش بتبقى دلعه، فانا عشان اظبط الطعم، وهو اصلا الجبنه الكريمي بتبقى دلعه، فانا مش حاطه ملح كتير. هي حاجه بس نستسيغها وتستطعميه، انما مش ملح كتير. ودي سنه يا جماعه على طرف المعلقه ملح ليمون. الملح الليمون بنستخدمه له في الوصفه دي كرابطه عشان تتقل معايا، بيربط معايا ويخلي الجبنه تقيله. لو انت عايزه بقى تدهني منها كده على في سندوتشات، في توست، في اي حاجه، في رغيف، في اي حاجه، دي عشان يتقلك القوام بتاع الجبنه ويخليها تربط. ولو انت مش حابه تحطيه، هو بس احنا بنستعمله كماده رابطه، انما ملوش علاقه بالطعم. ما نكترش يا جماعه، ما نكترش الملح الليمون. شوف هم حاجه بسيطه. ده ملح الليمون اهو سنه، حاجه ما تسكرش اهو، سنه على طرف المعلقه. وده الملح الابيض حتى نص معلقه ملح ابيض اهو. وبرده ما تكترش عشان ما تبقاش حادقه، لان المعروف ان الجبنه البريزيدو او الجبنه الكريمي او الجبنه دي بتبقى ايه، دلعه، ما بتبقاش. احنا بنعمل حاجه نحيقها بس، انما الهدف ان هي تبقى ملحها مظبوط. فاحنا دلوقتي هنجيب بقى شفشق الخلاط عشان الحاجات دي ايه، هقول لكم هنعمل فيها ايه. كده يا حبايب قلبي ايه، بالزبادي على اللبن. دي كانت كوبايه لبن، كوبايه مج من اللي احنا بنشربه اللي هو بتاع الشاي ده. وده ايه، علبه زبادي. نفضهم كده في الايه، في الخلاط. ليه احنا بنحط ده الاول؟ عشان الخلاط يبقى فيه سوائل، نضرب الحاجه كويس اهو. بسم الله ما شاء الله. كل حاجه من دي بتضرب في الخلاط. ولو عندك مضرب كهرباء، بس المضرب عندي بايظ دلوقتي حاليا، هو بايظ، فانا هعمل في الخلاط. فده بدلين اتنين، اي بديل فيهم بتعملي فيه. بندي للزبادي واللبن ضربه، وبعدين هنروح نازلين عليهم ايه، باللبن البودره كده اهو يا جماعه. انا بحط المقادير كلها معاكم علشان هروح على الخلاط اضربها عشان الصوت ما يجيش في الفيديو اهو. كده احنا حطينا ايه في الخلاط؟ كده حطينا كوبايه اللبن، كوبايه الزبادي، السوائل ده حطيناها في ارضيه الخلاط، وحطينا الملح الطعام. انت عايزه ملح معلقه، نص معلقه، دي حاجه ترجع لك. وحطينا سنه ملح ليمون. هنضرب الحاجات دي في الخلاط ننعمها كويس، وبعدين بننزل بالجبنه دي يا جماعه. الجبنه دي برضو بننزل بيها. وبعدين انت لو لقيت الحاجات دي تقيله على الخلاط بتضيف شويه لبن عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. بتضيف شويه لبن يبقى الوصفه كريميه كده. والزيت ده بننزل بيه سرسوب كده في الخلاط، حاجه بسيطه كده لحد ايه. هو ربع كيلو جبنه قريش يا جماعه، ربع كيلو له ربع كوبايه زيت. ده نص كيلو جبنه قريش، عشان كده دي نص كوبايه زيت يا جماعه. كل حاجه بالمقادير وبالمعايير. نص كوبايه من بتاع الشاي. الربع كيلو جبنه قريش له ربع كوبايه، وده نص كيلو جبنه قريش له نص كوبايه زيت. فانا هروح اضرب الحاجات دي وانزل عليها بالجبنه البيضه بتاع الحصيره، وانزل بايه، بالزيت سرسوب لحد ما تربط معايا، وهرجع لكم كده. حبايب قلبي انا ضربتها في الخلاط اهي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هي دي الجبنه الكريمي اهي. احنا بنحط سنه ملح الليمون عشان تظبط القوام وتخليها تقيله كده. شوفوا دي اهي تقيله، وما بالك لسه بقى هتعينيها.
تحطها في التلاجة او تسيبها بره، بس يفضل ان انت تحفظها في التلاجة دي. يعني انا عاملاها دلوقتي اخر النهار اهو. لو انت سبتها للصبح وجيتي تدهني منها على رغيف سندوتش ايا كان، انا هجيب برضو لقمه واجرب لك رغيف كده. الوصفه دي تحفه جدا وطعمها جميل جدا والله العظيم جميله. والجبنه الكريمي دي يا جماعه غاليه، ما هيش رخيصه، دي نوع غالي جدا، بس هي تعملها في البيت بسهوله. انتوا عارفين دلوقتي احنا في الشتاء، والجبنه القريش اصلا الناس بتجيبها في الشتاء، لان في الصيف بتبقى ايه فيها حضاضه كده في الطعم بتاعها عشان الحر، انما دلوقتي بتبقى جميله. ففرصه هاتي نص كيلو جبنه واعملي شوفي جميله جدا اهي. ودي ينفع، دي اسمها قشطه مش كريميه كمان، يعني الطعم جميل اهو، ودي النتيجه جميله اهي. وشايفين هي تقيله ازاي؟ فالخلاط ما تجهدهوش، اضربيه شويه وريحيه شويه، وبعدين اما تلاقيها تقيله قوي على الخلاط حطي معلقتين لبن، زودي الزيت وريحي الخلاط شويه عشان ما تبوظهوش. افضها قدامكم اهي، شايفين نازله من الخلاط شايفين؟ بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي، بسم الله ما شاء الله. تعملي كميه جميله. ودي شوف انت دي بتتباع الربع بكام بره، او الكوبايه بكام اهون. دول انا فضيتهم ولسه كمان في الشفشه اهون، لسه في شفشه الخلاط فيه. شوفي الجمال، شفتي؟ ادهنلك بقى على رغيف اهو، شوفي بتدهن ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ جميله جدا والطعم والله لا تحفه تحفه تحفه. جربيها اهو. لو في ربع كيلو جبنه جربي، في نص كيلو جبنه جربي اهو. في فينو، في كايزر، في عيش من ده اهو. شايفين الجبنه؟ الله كده يا حبايب قلبي. انا كنت مفضيه في الطبق عشان اوريكم القوام بتاعها وجمالها. ده علبه بتاع التلاجة اهي، اي حفظه طعام عندك هتحفظيها فيها او تغطيها، او لو العلبه ملهاش غطا بستريت شراب او كيسه او اي حاجه كده هنفضيها في علبه بتاع التلاجة. تحطها في التلاجة وفي لها غطا، تجيبي بالمعلقه منها. عيل عندك ابنك عايز سندوتش، بنتك اي حاجه من الفطار للعشاء. الوصفه دي جميله حقيقي، اللي ما عملهاش فايته كتير، خاصه ان احنا دلوقتي اليوم الناس كلها بتحدق الجبنه القديمه بتاعت المش. ممكن تاخدي حتتين من الست اللي انت بتجيب منها، بس قولها عايزاهم ملح خفيف، لان انتوا عارفين جبنه المش بتبقى مشروشه وبقى عليها ملح كتير. لا ده احنا عايزينها هاديه في الملح بتاعها. شايفين؟ هي جوه في قلب الشفشه كريميه خالص قشطه. شوفوا هي معموله في الجوانب بتاع الشفشه، شو هي قشطه. شوفوا هي مش محتاجه تحط في التلاجة عشان تجمد، لانها بتنزل بصعوبه من على المعلقه ازاي. فانا حافظه على الخلاط وانا بضربها وبالراحه علشان ما تبقاش تقيله قوي وتبوظ لي الخلاط. او لو عندك مضرب كهربي اضربي بص، انزلي بالسوائل الاول وبعدين انزلي بالجبنه حته حته، قطعه قطعه، معلقه معلقه. هما جم حبه دولي اهو. شايفين؟ جميله والله من حلاوتها. السندوتش اللي احنا عملناه كلناه بألف هنا وشفا. وده كان الفيديو بتاع النهارده. الجبنه دي خطيره يا جماعه، ولازم تعمليها ولازم تجربيها وتقولوا لنا رايكم ايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ده كان فيديونا النهارده. ويا ريت اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويفعل زر الجرس يوصله كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.